فتحي انت جمال مستعد من قبلك. اسمه ما بصدق يا ريس، بصدق يا باشا. اتفضل يا شكرا جمال. سيادة الرئيس. اتفضل يا جمال. انا هنا سيادة الرئيس، سيادة الوزير، بنقل صرخة آلاف العاملين بمشروع التشجير ومشروع التهاوي والعاملين بجمعيات الإصلاح الزراعي. الناس دي بتصرخ وبتقل من 15 سنة، بيشتغلوا ب40 جنيه وب50 جنيه وب60 جنيه على امل ان هم يتعينوا ويثبتوا. صبروا كتير. احنا قعدنا في اللجنه مع السيد مسؤول الزراعه، قال ان احنا الزراعه موافقه بس التنظيم والاداره مش عارف ايه والماليه ايه. احنا بنشتغل في جزر منعزله كما لو كنا في حكومات متغيره ومتباعده. لا عارف الزراعه موافقه ودول اولاد الزراعه المفروض هي بتدافع عنهم لدى التنظيم والاداره ولدى الماليه. كل منهم في شأن ومفيش خطه واضحه في هذا الامر. اتفضل بناء والثانيه يا سياده الوزير، انا انتهز الفرصه واتكلم عن الفلاح المصري اللي فعلا بيعاني. انا راجل فلاح وعارف ايه اللي بيعانيه الفلاح. الفلاح بيعاني من زيادة أسعار التقاوي يا فتحي، من أسعار التقاوي يا فتحي، أسعار مستلزمات الإنتاج يا سيادة الوزير، المبيدات، تكلفة الإنتاج، ومع ذلك ما بيعرفش يسوق محاصيله. وإحنا بنقول إن الفلاح ده لو اهتمينا بيه هو عصب الحياة في مصر، هو الاقتصاد القومي، هو المنتج وهو المستهلك. والله الاقتصاد المصري هيتصلح لو احنا رعينا الفلاح واعتنينا بيه. فعايزين نظرة قوية له. عايزين حماية المنتج، عايزين نخلي الفلاح ده هو فعلا اللي هو يقدر يقوي الانتاج المصري ويقدر يغنينا عن استيراد حاجات كتيرة قوي. احنا في غنى عن زيادة. شكرا سيادة النائب. السيد النائب عصام.